انا متاسف يا ابني، مش هقدر اديك بنتي. ليه بس؟ انا عملت ايه؟ عايز تعرف ايه المشكله؟ اتمنى. تعال اقعد معايا. بس انا عملت ايه؟ الصراحه في مشكلتين معايا. اتفضل. المشكله الاولانيه ان يرضيك احفادي يبقى جدهم من ناحيه الاب رد سجون وحرامي. ده ازاي بتقول الكلام ده حضرتك؟ ده ما حصلش. ايه هتعمل نفسك مش عارف ولا ايه؟ ابوك رد سجون ومات في السجن وهو مختلس 8 مليون دولار من الشركه. انا ما اسمحلكش تقول على ابويا كده. اسمح لي. انا ابويا راجل محترم ودايما كان سمعته في شركه كويسه جدا، وعمره ما حد قال عليه كلمه وحشه. يا ابني جرب مخك حاجه ولا انت بتدعي العفه ولا مالك في ايه؟ ما علينا من المشكله دي. المشكله التانية، شايف حالك عامل ازاي؟ من الاخر كده معلش فقير جاي تناسبني. بص حواليك كده وبص المكان اللي انت جاي وداخله. اتكل على الله يا ابني، ما عنديش بنات للجواز. شوف انت رايح فين يلا. انت لسه قاعد؟ شاكر جدا، شاكر جدا. اسف يا حضرتك. لا العفو. بس انا اتاكد من الكلام اللي انت قلته لي ده. استنى عندك، خد دي معاك، مش عايز حاجه منك، يمكن تنفعك. وبعدين يبريني دلوقتي. بطل زني بقى، سامح ودوقت سامح. الو. الو. ايه يا موحى، عامل ايه؟ الحمد لله يا ابن، وعامل انت؟ بص قبل اي كلام، انا مش جاي شغل بكره عشان انا تعبان شويه. والله انت شارك اصلا الاجازه بتاعتك دي هتطول. طول ليه؟ استاذ مصطفى في ايه؟ استاذ مصطفى الاتش ار كلمني النهارده اه وقال له ان المدير اتكلم معاه وقال له ان ما ينفعش بينه يجي الشغل تاني خالص. كملت تقريبا عشان باباك عليه قواضي، عليه حاجه، في مشاكل يعني عندكم في البيت كده، وعرفوا ان ابوك كان ميت في السجن اصلا وعليه قضيه. الو. ايه يا حبيبتي؟ ايه يا بنت؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ كله تمام. انا عايز اقول لك على حاجه، اللي انا ما كنتش هرد على المكالمه، بس انا ما اقدرش احرجك زي ما ابوك حرجني. انا عارفه اللي حصل وسمعت كل حاجه، بس انا مفيش حاجه في ايدي اعملها، فانت حاول مع بابا تاني يمكن يوافق. باذن الله هحاول، بس انا خايف يحرجني تاني. ان شاء الله مش هيحرجك، حاول انت بس، اكيد انت بتحبني وعايزني وهتحاول عشانك انت عامل محاوله والله يا هدير. خلاص ماشي، هستناك. مع السلامه. مع السلامه.
ازيك يا عم؟ ايه يا بابا؟ ايه دي؟ عملت ايه مع محمد؟ محمد مم. جالي قفلت باب في وشه وطرد. ليه كده يا بابا؟ يعني هيبقى انت والزمن عليك. انا والزمن عليه؟ يا ستي انا والزمن عليه. انت ما انتش فاهمه حاجه ولا عارفه مصلحتك فين. ده انسان بيستغلك وداخل عليك من باب الحب وبتاع. يا بابا مفيش الكلام ده، وبعدين هو ذنبه ايه في اللي ابوه عمله؟ يعني هو كان لسه صغير. مش هتكلم في حوار ابوه، ما علينا. ابوه رد سجون والكلام ده كله، لكن بص كده لطبقته، مستواه المادي ما ينفعناش يا ماما. ايه المشكله؟ احنا عمرنا ما كنا بنبص للحاجات دي. باصص لفلوسك وطمعان فيكي. يا بابا هو مش بيفكر كده. مش بيفكر كده؟ طب قومي من وشي يلا، قومي عشان ما اقلبش عليك. يلا قومي شوف انت رايح فين. اتفضل، عايز ايه؟ بص يا ابني، انا جاي اقول لك الحقيقه اللي كانت مستخبيه عنك بقالها 20 سنه. هو انت اللي حضرتك بتقولها فهمت 20 سنه؟ خش في الموضوع حضرتك. انا كنت شغال مع ابوك، انا واحد اسمه ابراهيم. فكان صاحب الشركه بيخلينا ناخد بضاعه من ورا ابوك ونشغلها لحسابه بره الشركه. وايه التمثيليه ديت؟ الجديد يعني؟ يا ابني مش تمثيليه، بس خليك معايا لغايه ما اكمل كلامي. كمل. فابوك حب ايه يبلغ عننا و من الاخر يحبسنا يعني ويلبسنا تهمه، لكن صاحب الشركه هو اللي لبسه التهمه وخلاه يختلس 8 مليون دولار. بس عايز اقول لك حاجه يا ابني، ابوك من اشرف الناس اللي شفتها في حياتي. وانت جاي بعدين؟